اسمع وشوف ومتع عينيك وسمع ودنك. ضرب ابن النادي بيقول ايه على النادي بتاعه وبيقول ايه على نفسه. اسمع يا عم. بس لا طبعا مش هلعب في مصر، مش هلعب في مصر غير في النادي الاهلي. ولو النادي الاهلي في يوم من الايام مش عايزني، مش هلعب في نادي منافس ليه. يعني حتى لو في يوم من الايام. يعني هتبطل كوره مثلا؟ لا مش هبطل. امال ايه؟ انا بحب، ايوه ماشي، انا معاك، انا موافقك لا 100%. مش هلعب منافس ليه. لا اله الا الله، النادي الاهلي مش عايزك في لا مصر. مش هروح الزمالك، مش هوصلها لك، مش هروح تروح الزمالك. بيراميدز؟ ولا بيراميدز. ما مش هروح نادي منافس للنادي الاهلي. تبطل؟ مش هبطل، بس امال مش ايه؟ هروح نادي منافس ليه اللي يعني هو. هتروح تلعب مين؟ ما هو كل اللعيبه مش لا ما بتنافس ممكن ما الاهلي. ارجعش العب في مصر خالص، انا ده اللي مش عايزني. اه ممكن ما ارجعش العب في مصر خالص. خالص. ممكن يعني هي قافله معاك في مصر اهلي، اه لكن اي نادي تاني لا. لا ممكن لو النادي الاهلي مش عايزني خلاص كان حتى لو المقابل المادي مثلا. لا ساعتها بقى انا اوصل للوقت ده هيبقى الوضع المادي مش هيفرق معايا قوي. اه يعني الحمد لله الوضع المادي مش هيفرق معايا قوي. عادي جدا. يعني نفترض مثلا الاهلي هيديك مليون والزمالك او بيراميدز هيدوك هيدوني 5. 10. لا مش هتفرق معايا موضوع الفلوس والله. لو فلوس الدنيا مش هيلعب لأي نادي تاني غير النادي الأهلي. حتى لو ما لعبش في مصر هيلعب بره مصر، بس مش هيلعب في مصر غير للنادي الأهلي. هو ده ابن النادي الأهلي.